دي كانت اول لقطه لمباراه البنك الاهلي ورع لكره القدم النسائيه، وانا حبيت اجيبها كده في الاول. يعني كان حكم الرايه حسب تسلل، والجهاز الفني لفريق رع كان هيتجنن. فهي باينه في اللقطه اهي، هي باينه، انا هعيدها كذا مره وانا بتكلم معاك، وهي باينه ان هي مش اوفسايد. بس الحماس، تحس ان الحماس في مباريات القدم في كره القدم النسائيه مع الوقت، وانا شغال في الشارع الرياضي بدات احس ان كره القدم النسائيه فيها حماس وفيها لقطات، قلت لا لازم اطلع اقولها لكم. تيجي بقى للقطه الثانيه، في هنا لاعبه بتقول الحكم يا لهوي، يعني بعد ما خدت انذار فهي يعني هي ايه، يعني لقطه كده عفويه طالعه منها الحماس. يا جماعه الحماس، انا بلعب كوره وفاهم اللي بيكون مندمج، على فكره اللي بيكون مندمج في الماتش وبيطلع الحاجات دي حاجه عفويه جدا. وبعدين بقى مش عايز اخد اللقطه بقى ايه اللي انتوا تاخدوها بشكل تريقه. يا جماعه دول ناس، او دول لعيبه بنات بيلعبوا في عز النهار. احنا عندنا لعيبه عندنا بتلعب بالليل الساعه 8 وتهنج. بص بقى اللقطه بقى ايه للحكم الرابع هنا، هو مش تحس هو مسيطر اصلا يعني هو في هنا ايه، تحس انها مسيطره على دكه الودله، وداخله عليهم داخله كده اللي هو ايه اقعد مكانك يا كابتن، والكرشامه في الوش. ولا في سيطره. فهي واخده الماتش، واخده اجواء المباراه برده نفس القصه زي اللعيبه، واخداها بتركيز ومركزه في كل كلمه هي بتقولها. وطبعا مع احداث المباراه الساخنه دي بدات اجيب لكم بقى كمان في لقطه كمان بقى ايه، روح الرياضيه في الفريق المنافس. بنت في لعيبه في الفريق المنافس اتصابت، فالفريق هي راحت خدتها، اللي هي منافسه ليها اصلا، فخدتها وشالتها على ظهرها وخرجت بره الملعب. ودي كانت روح رياضيه، حتى الناس بره في المدرجات سقفوا لهم. دي كانت فعلا لقطه كويسه جدا يعني. اخر لقطه في المباراه، وكانت اعتراضات قويه جدا، وكانوا عايزين بقى من الحكم ضربه جزاء ساعتها. وكان بص يعني السخونه بره الملعب اكتر من السخونه جوه اجواء الملعب الصراحه يعني. فانت اتفرج على الماتش، اتفرج على اللقطات، اتفرج، تحس ان في اجواء، في حماس، في ناس مركزه، عايشين الماتش. يعني انا ما بشوفش الاجواء الساخنه دي صراحه اكتر عندنا في الدوري المصري صراحه. ودي كانت لقطاتنا من مباراه كره القدم النسائيه البنك الاهلي ورع وأراك ضحك.